ردوا عليا. هو نبي الله، فدي علاقة ولا ملوش علاقة؟ صوت عالي، دي علاقة بربنا؟ أيوه دي علاقة بربنا. شوفوا الإنسان اللي ليه علاقة بربنا بيعمل إيه؟ زي ميخا يقول كده: ولكنني أراقب الرب. يبقى الدور الأولاني اللي ليه علاقة بربنا إنه يعمل إيه؟ احنا ما قلناش غير 3 كلمات. دوره انه يعمل ايه؟ يراقب الرب. مين فينا قاعد دايما كده مستني ربنا؟ مستني ربنا في صلواته، مستني ربنا في دراسته، مستني ربنا في مشاكله. تاني بيقول ميخا النبي ايه؟ ولكنني لعله صوت ولكنني عايزين صوت رجاله هنا. ولكنني الراقب الرب. طيب وبعد كده اصبر لاله ايه؟ خلاص. مين فينا شاطر ولما بيطلب من ربنا طلب والطلب ده يتاخر شويه؟ مين بيطول يعني باله كده ووقته ويقول له رب منين ما تجيب لي اللي انا عايزه، او منين ما انت تعمل لي اللي انا عايزه، انا ايه؟ مستنيك. أنا هستناك يا رب. أنا طلبت منك كذا وربنا ما ادانيش دلوقتي. مين فينا بيفضل مستني بيصبر؟ لمين؟ لإله خلاص. اللي هيعمل الاثنين دول، اللي هيراقب ربنا معايا، اللي هيراقب ربنا واللي هيفضل واقف مستني يصبر لإله خلاصه، ربنا يعمل إيه معاه؟ يكلمه، فأنا أسمعه، فأنا أسمع صوت ربنا. كتير مننا بيشتكي ويقول أنا مش سامع صوت الله، مش عارف أميز صوت ربنا. ربنا ده ما بيسمعنيش، لو كان بيسمعني كان عمل لي كذا وكذا وكذا وكذا. تاني نقول الآية دي مع بعض: ولكنني أراقب الرب أصبر لإله خلاصي. إيه اللي يحصل؟ يسمعني إلهي. لما واحد حلو كده زيكم، زي الولاد والبنات بتوع سنة الخدام، يبقى واقف بيراقب ربنا ومستني يسمع صوت ربنا وربنا يسمعه صوته، مين يغير؟ الشيطان، إبليس يبتدي يغير، يقول إيه ده؟ اشمعنى ربنا بيسمع لفلان؟ اشمعنى ربنا بيسمع لفلانة؟ ما كان سمع لي انا واداني فرصه للتوبه. لا انا مش عايزه يسمعك ومش عايزك تبقى ليك علاقه قويه بيه. تعالى بقى انا ايه؟ هيعمل لك ايه ابليس؟ لما يغير منك هيغير كده من بره لبره وخلاص. يعمل ايه؟ يوقع. يعمل ايه؟ يحارب. صح؟ يبتدي ابليس يحارب في الناس دي. عشان كده لما يجي واحد ممكن يبتدي يجرب من ربنا يلاقي على طول ايه؟ في حرب، في ضربه من ابليس. فممكن انا وانتوا نضعف. لما نضعف نعمل ايه؟ نقع في الخطيه، صح؟ لما اضع في الخطيه رد فعلي يبقى ايه؟ الايه اللي جايه دي كلنا حافظينها. تعالوا نقولها بصوت عالي: لا تشمتي بي يا عدواتي، لأنني إذا سقط أقوم، إذا جلست في الظلمة فالرب نور لي. اوعى لما توجع تفضل واجع. آسف يعني سامحوني في التشبيه. الخنزير والخروف لما يوجع يفضل، الخنزير بالأكثر يعني يقعد يعمل إيه؟ يتمرمخ في التراب. لكن مين لما توجع تقوم على طول شطره كده وبتتنطط وبسبع ارواح؟ الجثه. برافو عليك. الجثه والفصيله بتاعتها اللي هي النمور والفصيله دي يعني بيعملوا ايه؟ اول ما يبقى يعمل ايه؟ النمر تلاقيه ايه؟ نفض نفسه. الجثه تلاقيها ايه؟ نفضت نفسها. انت كانسان مسيحي قوي وعلاقتك
قوية بربنا، وكنت بتعمل إيه في الآية اللي فاتت؟ بتصبر لإله خلاصك، وعامل إيه؟ منتظر للرب، وليك علاقة قوية بربنا. أول ما توجع يبقى رد فعلك إنك تقول إيه؟ لا تشمتي بي يا عدوتي، إذا سقطت أقوم، إذا جلست في الظلمة فالرب نور لي. كلنا لما بنوجع في الخطية نتيجة وجوعنا دوت ونقدم توبة ونجوب ونقول ليه؟ إبليس ما تشمتش فيا، بس نتيجة الخطية دي في وجع، في ألم موجود هنا على الأرض، في عقاب أرضي طبيعي نتيجة الخطية. أنا عملت الخطية الفلانية، فنتيجة الخطية دي في ألم، في تعب، أنا بتعرض إيه؟ أعمل إيه في الألم وفي التعب وفي التجربة؟ أعمل اللي هيجي في الآية اللي جاية دي. نقولها كده مع بعض. أحتمل غضب الرب لأني أخطأت إليه. إحنا بالبلد نقول كده اللي يعمل غلط يعمل إيه؟ يستحمل أو يتحمل نتيجته. مش هنتحمل كل النتيجة، لكن هيبقى فيه جزء فيه إيه؟ ألم، جزء فيه تعب نتيجة الخطية اللي أنا إيه؟ عملتها. أنا اللي عملت الخطية، صح؟ ولا حد تاني هو اللي عمل الخطية وأنا اللي بتعاقب؟ أنا اللي عملت الخطية. كمان بيقول في القداس الغرغوري كده: أنا اختطفت لي قضية الموت. وبعض الآباء يقول كده: أنا جلبت على نفسي قضية الموت. أنا غلطت. فلما نعمل خطية وندخل في تجربة أو ندخل في تعب أو ندخل في ألم، ما نتمردش على ربنا. ما نقولوش يا رب أنت ليه مدخلني في التعب الفلاني ده؟ مش ربنا اللي دخلني، أنا اللي عملت إيه؟ جلبت على نفسي قضية الموت. أنا اللي سببت لنفسي الألم، أنا اللي سببت لنفسي التعب اللي أنا إيه؟ فيه. فخليك ولد ثابت في المسيح، خليك بنت ثابتة في المسيح، وقول كده: أحتمل إيه؟ غضب الرب لأني إيه؟ أخطأت إليه. تعالوا نقولها تاني كده: أحتمل غضب الرب لأني أخطأت إليه. لحد إمتى بقى؟ تفضل يا رب كده يعني زعلان ومتضايق على الخطية اللي أنا عملتها دي لحد إمتى؟ شوية اختار؟ لحد ما أنا أتوب. لا، ده هو مش مستنيني أنا اللي آخد الخطوة، ده هو اللي هياخد الخطوة. إيه الخطوة اللي هياخدها؟ ليه يا رب صابر عليا شوية؟ بيقول لي اصبر عشان أنا هاخد لك حقك. ده أنا اللي غلطان، أنا اللي غلطت. يعني المفروض المنطق يقول والأرض تقول، طبيعة الأرض وأحكام الأرض تقول كده: لما واحد يغلط إحنا إيه؟ معاقبه، صح؟ لا، ربنا يقول احتمل الغضب بتاع ربنا ده لحد امتى؟ حتى يقيم دعواي. يعني حد امتى يا رب؟ لحد ما انت ترفع لي قضيه ضدي ولا ليا؟ تاني، ضدي ولا ليا؟ ليا. حتى يقيم دعواي ويعمل ايه؟ ويجري حقي. يعني ايه يجري حقي؟ يعني ايه يجري الحق بتاعي؟ ياخد لي حقي، يجري حقي، يعني يجيب لي بالعربي كده بالبلدي، يجيب لي حقي، يقولوها بصوت قوي وبإيمان. يجيب لي ايه؟ الحق بتاعي. حق ايه؟ لما انا اللي غلطت، لا، انا هجيب لك حقك من عدوتي اللي هو الشيطان، اللي هو ابليس. ليه بقى؟ لاني انا لو عايش يعني لوحدي بدون ابليس، مش لوحدي يعني مش معايا ناس، بدون ما تكون في حرب من ابليس عليا، انا ما كنتش ايه؟ وجعت. ابليس ليه دور انه اغواني.
ابليس ليه دور انه اغواني، فانا وقعت، فربنا يعمل ايه؟ يجيب لي حاجه، يرفع لي دعوه، يرفع لي قضيه ويجيب لي حاجه من مين؟ من ابليس. ايه الحج بتاعك؟ وايه الحج بتاعك؟ سيخرجني الى النور، سانظر بره. ايه الحج يا رب اللي انت هتجيبه لي؟ انا كنت في الظلمه فانت هتطلعني ايه؟ للنور. كده وبس؟ لا، ده هيوريني بر الله. ايه بر الله ده يعني؟ يعني ايه ربنا يوريني البر بتاعه؟ ايه البر بتاع ربنا ده؟ ممكن حد يقول لي يعني ايه بر الله؟ مجد الله، برافو عليك. يعني ايه بر الله؟ محبة الله. يعني ايه تبرير؟ تبرير ده يعني ايه؟ غفران. ده انا عملت خطيه فهو جاب لي حقي من ابليس، بس انا ما زلت ايه؟ متوسخ. اسف، انا بتكلم عن نفسي. ما زلت لسه فيا الايه؟ الطراطيش بتاعت الخطيه، الطرطشه بتاعت الخطيه طرطشت عليا. هيوريني ايه؟ ازاي اكون مبرر؟ ازاي اكون بعد ما وقعت في الخطيه بقيت انسان نظيف بعد ما ابليس اغواني؟ احنا في ايه كام يا شباب؟ 10. احنا خلاص من 9 هنخش على 10. تمام. يجي بقى ابليس اللي وجعني وانا قمت وربنا جاب لي ايه؟ حقي منه. يسيبني؟ لا، مش هيسيبني. يجي يبص عليا، بس هيبص عليا وانا ايه؟ مبرر نظيف. فلما يبص عليا وانا نظيف يبتدي هو اللي يحصل له ايه؟ خزي. تعالوا نشوف كده. وترى عدواتي فيغطيها الخزي. ليه يغطيها الخزي؟ ليه غطي ابليس الخزي؟ لانه كان جاي زمان يتريق عليا، اسف، ويضحك عليا، واسف يسخني على ربنا ويقول لي ايه؟ القائله دي زمان كان بيقول لي أين هو الرب إلهه. زمان كان ابليس لما بيجربني يجي يقول لي ايه؟ لما انا اغلط واخش في تجربه او اخش في الم، يجي ابليس يقول لي ايه؟ تعالى بقى وريني فين ربنا بتاعك وانت في الالم. ما كان لو كان معاك ربنا ما كنتش دخلت في الالم ده، ما كنتش دخلت في التجربه دي، ما كانش حصل معاك الموقف الفلاني، ما كنتش تعبت في الحته الفلانيه. لما زمان ابليس كان يقول لي كده، جاي دلوقتي يقول لي فين ربنا، فانا خلاص ايه؟ فهمت اللعبه، فهمت انه بس بيشتكي عليا ويشتكي عليكم وبيشتكي كمان على ربنا، عايز يوجع ما بيني وما بين مين؟ وما بين الله. ينال ابليس ايه؟ الخزي. عيناي تنظران اليها الان تصير للدوس كطين الايه؟ الازقه. مين بقى اللي هيخزى؟ مين هيخزى؟ ابليس. مين اللي هيدوس كطين الازقه؟ مين؟ مين اللي هيبقى للدوس؟ قولوا كده بقوه. الشيطان. لاني اكتشفت الكذب بتاعه، اكتشفت الالاعيب بتاعته، اكتشفت الطريقه اللي بيوجع فيها ما بيني وما بين مين؟ وما بين ربنا. تعالوا كده عشان ايه طولت عليكم. نبص على آية 18. نبص على آية 18. حد طلعها يرفع ايده كده؟ آية 18. ممتازين. تمام. آية 18 بتقول ايه بقى؟ بعد ما انا شفت خزي مين؟ ابليس. بعد ما شفت خزي ابليس اروح بقى لربنا. هو انا بنتمي لمين؟ انا ابن مين؟ انا ابن مين؟ ابن ربنا، ابن الله. اروح لربنا اقول له ايه؟ انت مفيش احلى منك. صح؟ نقول له كده
مثلك، مفيش زيك يا رب في الارض، لا آلهة تانية ولا ناس. من هو إله مثلك؟ تعالوا نقولها مع بعض. من هو إله مثلك؟ ليه مفيش زيك؟ ليه مفيش أحلى منك؟ عشان الحاجات اللي زي كده. غافر الاسم. غافر، مين يقدر يغفر الخطايا؟ يغفر يعني يدي ايه؟ الغفران، واللي احنا قلنا عليه فوق اسمه ايه؟ التبرير، البر، صح؟ مين اللي بيدي البر؟ ربنا. ممكن لو حد غلط فيا ممكن اسامحه، اغفر له، بس اغفر له يعني ايه؟ يعني مش هرد عليه، يعني مش هرد عليه غلط بغلط، تمام؟ لكن هو مازال متسخ بالخطيه. لكن مين الوحيد اللي يعرف يدي البر غافر الاسم؟ هو مين؟ الله. عشان كده بيقول يا رب انت مفيش زيك، وهو واقف مع ربنا في علاقه قويه زي بدايه الاصحاح. يقول له من هو اله مثلك غافر الاسم وصافح عن الايه؟ الذنب لبقيه ميراثه. تعالوا كده بقى يرجعنا سنه لفوق. احنا قلنا ان في غضب ربنا وانا المفروض احتمله، صح؟ وقلنا احتمله لاني غلط، تمام؟ لما انا غلطت وهحتمل غضب ربنا، لحد امتى ربنا يفضل غضبان؟ لحد ما يقيم الدعوه بتاعتي، يرفع لي القضيه. ربنا مش ممكن يفضل يعني غضبه ده لمده حتى كبيره. عشان كده هنا بيقول لنا ايه؟ لا يحفظ الى الابد غضبه. تعالوا نقول الحته دي مع بعض. لا يحفظ الى الابد غضبه مع بعض. لا يحفظ تاني. لا يحفظ تاني. طب يبقى اتاكدنا ان ربنا ايه؟ غضبه ده مش هيطول. ليه بقى يا رب انت ما بتغضبش كتير؟ ليه ما بتقعدش كتير كده يعني اسف بتحكي بوجهك عننا مثلا؟ محبة الله هي جايه في الحته اللي بعديها على طول. لأنه يصر بالرأفة. نقول مع بعض لأنه صوت قوي. لأنه ربنا متلكك لينا على الرأفة، مش متلكك لينا على الغضب أو على إنه يعاقب الإنسان. الآية دي حلوة، تعالوا نقولها مع بعض. من هو إله مثلك؟ تاني، من هو إله مثلك غافر الاسم. غافر الاسم وصافح عن الذنب. وصافح عن الذنب لبقية ميراثه. لبقية ميراثه. لا يحفظ إلى الأبد غضبه. لا يحفظ إلى الأبد غضبه. ليه؟ لأنه يصر بالرأفة. لأنه يصر بالرأفة. الآية دي احنا كلنا حافظينها ونختم بيها. يقول كده إيه؟ يعود يرحمنا، يدوس أثامنا، وتطرح في أعماق البحر جميع خطايانا. تاني، يعود يرحمنا. تاني، يعود يرحمنا، يدوس أثامنا، وتطرح في أعماق البحر جميع إيه؟ جميع خطايانا. نص في منتهى الروعة بيتكلم عن حياتنا وعلاقتنا بالله والحرب اللي بنتعرض ليها من إبليس. بس فيها شوية 4 نقط صغيرين هنقولهم، يعني مفيش في أقل من 5 دقايق. فيها شوية حاجات عن تعامل الله معانا لما نخطئ. من خلال النص ده لما احنا نغلط ربنا رد فعله بيكون ايه؟ حد يقول لي كده. تاني، لما نخطئ رد فعل ربنا ناحيتنا ايه؟ عشان احنا بنبقى متوقعين رد فعل مش سليم من الله، وبالتالي علاقتنا بتبوظ ما بيننا وما بينه. انا فاهمه غلط، لما فاهم رد فعل ربنا غلط.
إن إلهنا إن مش عارف إيه ده بالمصطلح. ينفع ربنا مش ينفع أو ما ينفعش من خلال النص. ربنا تعامل إزاي؟ بالرأفة. برافو عليك يا يسوع. الله بيصر بالإيه؟ بالرأفة. غضبه يقعد قد إيه؟ لا يدوم إلى الأبد. والغلط بتاعه ده لأني أنا اللي غلطت، فدي نتيجة الإيه؟ الغلط. يصر بالرأفة. غافر. غافر دي في العربي صيغة إيه؟ مبالغة. غافر يعني دي إيه؟ كتير كتير. صيغة مبالغة في العربي. الله يتعامل معانا. تمام؟ الله بيتعامل معانا لما نخطئ. تعالوا نقول كده جملة حلوة: بطول الأمان. تاني، الله بيتعامل معانا لما نخطئ بإيه؟ بطول الأمان. أنت يا رب هاجي في مرة وجدد توبة وتقول لي لا الباب اتقفل. أنت بعد كم مرة؟ هتحصل؟ لا، ده بعد ما أنا بس إيه يعني منفطر من هذا العالم. غير كده ربنا دايما لما تيجي تجدد توبة يعمل إيه؟ يقبل ويغفر، لأنه عنده صيغة المبالغة بتاعت غافر الخطأ. ده رقم واحد. دي الملحوظة الأولى. الملحوظة الثانية: إيه هو مفهوم التوبة؟ بما إن إحنا في الصوم والصوم بيتطلب توبة، صح؟ إيه هو مفهوم التوبة؟ يعني إيه توبة؟ عشان أحيانا ممكن نجدد توبة بس ما تبقاش سليمة. الندم على الخطية. ممتاز يا يسوع. عدم تكرار الخطية. ممتاز. ها، إيه هي التوبة؟ الاعتراف بالخطية. أقول أنا غلطت. برافو. الجهاد ناحية الخطية. أجاهد ناحية الخطية. تمام. كل ده سليم 100%. بس فوق كل دول إيه هي التوبة؟ التوبة هي تغيير الذهن. التوبة هي لما جه ربنا يقول لنا غيروا السلوك بتاعكم عشان نسلك كويس. اسلك كويس يعني ما اعملش خطيه، صح؟ عايز اسلك كويس اعمل ايه؟ تغيروا عن الشكل اللي هو ايه؟ الشكل اللي هو السلوك. مش الشكل يعني شكلي حلو ولا مش حلو، لا، الشكل اللي هو على صوتكم. الشكل هو السلوك. عايز تغير السلوك بتاعك تعمل ايه؟ تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم. دايما التصرف بيجي منين؟ من الفكر. انت جيت النهارده الكنيسه. جيت الكنيسه عشان في دماغك فكره. ايه الفكره؟ اروح الاجتماع عشان انا محتاج ان استفيد من الاجتماع. اروح الاجتماع لاني لو بطلت ان اروح الاجتماع هتضر، مش هيبقى دايما كلام ربنا في ذهني. او اروح الاجتماع عشان اقابل اصحابي. ما هي فكره، صح؟ هروح الاجتماع عشان ادفع فلوس المؤتمر مثلا. يعني في فكره في دماغك، وفي فكره في دماغك. انت بتمشي ورا الفكره ديت فتروح عامل سلوك معين. في علاج كده بيعملوه اسمه العلاج المعرفي السلوكي. اسمه ايه؟ العلاج المعرفي السلوكي. بيتكلم معاك عن افكار ايجابيه، فتستبدل المواقف اللي انت بتتعرض ليها بفكره ايجابيه، فتروح تسلك سلوك ايه؟ ايجابي. هو ده اللي قال عنه الكتاب المقدس. يعني مش اختراع. يعني اللي بيقولوا العلاج المعرفي السلوكي ده ما اخترعوش، بالعكس ده موجود فين؟ موجود في الكتاب المقدس. بمعنى ايه؟ معنى في واحد جابني فما سلمش عليا. ممكن تجي لي فكره ان فلان ده ما بيحبنيش، فلان ده بيكرهني او بيتجاهلني. وممكن تجي لي فكره انه ما خدش بالي
او انه دخل مشغول مضغوط، هو متضايق من حاجه فما مش في دماغه انه يسلم. كل دي افكار، لكن نتيجه الافكار دي بحس بمشاعر معينه وبسلك سلوك معين. لو بصيت على الفكره بشكل سلبي انا شعرت بمشاعر سلبيه، وسلوكي ناحيه الشخص ده كان سلوك ايه؟ سلبي. لكن لو انا الفكره اللي في ذهني فكره ايجابيه، مشاعري جوايا تبقى مشاعر ايجابيه، بالتالي سلوكي ناحيته ايه؟ هحبه مش هكرهه. تمام؟ فمهم جدا انك عشان تجدد توبه تغير الافكار اللي فين؟ اللي في ذهنك. عن مين؟ عن الله، عن اخواتك في الكنيسه، عن الخلاص، عن قبول الله ليا، وهكذا. طب استمد ده منين؟ استمد الافكار دي منين؟ جيبها منين يعني؟ عشان اغير الذهن بتاعي. من الكنيسه، الكتاب المقدس، في حد بقعد معاه فيس تو فيس، الصلاه في المغرب، اب اعترافي، ده مهم جدا. ليه؟ انا بفتح قلبي كله قدام مين؟ اب اعترافي. فاقول له مثلا انا زعلان من ربنا لان ربنا عمل معايا الموقف الفلاني، فيروح هو مصحح لي الايه؟ الفكره. لا حبيبي، ربنا ما بيتعاملش معانا بالطريقه دي. زي ما احنا دلوقتي جرينا في ميخا 7. ابونا ميخا قال لنا كده ان ربنا لما بيتعامل معايا في الخطيه بيتعامل معايا بايه؟ بطول اناه، مش هيغضب للابد، بالعكس ده غافر الاسم، ده بيصر بالايه؟ بالرأفة. الافكار دي تديني مشاعر حب ناحيه مين؟ ربنا، وبالتالي اعرف اجرب من مين؟ من ربنا. دي الفكره اللي عملها الابن الشاطر. دي الفكره اللي عملها مين؟ اللي عملها الابن الشاطر. الابن الشاطر عمل ايه؟ كان عنده مفهوم عن الحريه غلط، اللي هو اديني يا عم النصيب بتاعي وانا اشوف ايه؟ حياتي. تمام؟ كان عنده فكره عن ابوه انه خانه، انه اسف يعني جازل عليه، انه مش عاطيله حاجه، لانه كان عايش في تنعم، فمعتبر التنعم ده بالنسبه له ايه؟ ده العادي يعني. انت ما بتعملش حاجه اكتر من باقي الوالدين مثلا. ده كان مفهومه عن الحريه. لما طلع وبدد المعيشه بتاعته في عيش المسرف، ايه اللي حصل؟ ادرك ان الفكره اللي كانت في دماغه فكره ايه؟ غلط. وان الحريه الحقيقيه وهو في حضن مين؟ في حضن ابوه. راح واخد رد فعل سليم انه يرجع. كان ممكن يعلق عدم رجوعه لابوه في اكتر من شماعه. شماعه الناس اللي هو صرف عليه، اداهم فلوس كتير، صح؟ ودول بعد كده محدش ايه؟ ذكره، محدش اهتم بيه. كان ممكن يعلق شماعه عدم رجوعه دي في الناس اللي ما رضيتش تديله ايه؟ الخرنوق بتاع الخنازير. كان ممكن يعلق شماعه عدم رجوعه في انه الطريق بعيد، ابويا مش هيستقبلني. كميه افكار سلبيه كانت ممكن تقعده فين؟ في مكان. لكن الفكره السليمه اللي هو راجع نفسه ليها قال كم من أجير عند أبي يفضل عنهم الخبز وأنا هنا أهلك جوعا، أقوم الآن وأذهب إلى أبي. ممكن يعتبرني إيه؟ أروح أقول له أخطأت إلى السماء وقدامك وجعلني لست مستحقا عليك أنت، بل اجعلني كأحد إيه؟ يا عم خليني أشتغل عنك حد. كانت فكرة في ذهنه مش سليمة عن الحرية، وصلحها وخليته الفكرة الإيجابية دي إنه يقوم ويروح لأبوه، وكان استبدال أعلى من اللي هو كان إيه؟ حطه في ذهنه. دي التوبة. آخر حاجة عشان طولت عليكم، ليه ممكن أرجع مرة تانية للخطية؟ ليه نرجع بجد التوبة ممكن نوجع تاني؟ إبليس مش بيئس، السحر بيئس.
ممتاز، عايزين سقف. احنا بنيأس. مش حاطط قدام عيني هدف لايه؟ هدف للعلاقه مع الله. يعني انت جاي الكنيسه، احنا حوالي مثلا 40 واحد، صح؟ حوالي 40 واحد. كل واحد فينا عنده فكره مختلفه خليته يجي الكنيسه النهارده. المفروض كلنا هدفنا واحد، وهو اني جاي الكنيسه لاجل خلاص نفسي. الهدف الاساسي اللي عايز اعمل علشان علاقه ما بيني وما بين ربنا. الهدف الاساسي اللي انا عايز اعمل عشان علاقه ما بيني وبين ربنا هو ايه؟ خلاص النفس. اي عمل روحي قيس عليه الهدف ده. انت بتصلي في البيت ليه؟ عشان تخلص. بتتناول عشان تخلص. بتجدد توبه واعتراف عشان تخلص. بتقرا في الكتاب المقدس عشان تخلص. بتصوم عشان تخلص. عشان كده في ناس تصوم صح وناس تصوم غلط، ناس تصلي صح وناس تصلي غلط، ناس تقرا في الكتاب صح وناس تقرا في الكتاب ايه؟ غلط. لانه الهدف مش واضح، اللي هو ايه؟ خلاص نفسي. يبقى عشان انا الهدف قدامي مش واضح اللي هو خلاص نفسي، عشان كده برجع ايه؟ بسرعه مره ثانيه. هدف ثاني وهو يعني بيكمل خلاص النفس، هو النمو الروحي. اي عمل روحي تعمله لازم من خلاله تكبر سنة، تستفيد حاجه معينه. يعني النهارده لازم تستفيد حاجه غير اللي انت استفدتها قبل كده طول حياتك. حتى لو استفدت انك وقفت قدام ربنا بشكل مختلف في الصلاه، حسيت احساس مختلف وانت بتصلي، استفدت انك في فكره جديده جت في ذهنك، في سلوك جديد انت خدت قرار هتعمله بعد الاجتماع. طيب دي اول حاجه. ليه برجع تاني للخطيه؟ حد هنا جاب ابليس مش بيئس، احنا عايزين نعمل زيه. هو لا ييأس واحنا لا نيأس. دي قصاد دي. كان في قصه كده عن حد من الرهبان جاب ابليس بيضرب ضربه واحنا بنضرب ايه؟ ضربه بالمسيح، بس نستمر بقى. يعني هو يضرب ضربه واحنا ايه؟ نضرب ما تجلدوش. وبنعمه ربنا نعمل ايه؟ ننتصر. ده رقم 2. اخر حاجه عشان طولت كفايه كده. ليه انا برجع بسرعه في الخطيه؟ عشان وانا بعمل العمل الروحي، اي عمل روحي بعمله من غير ما اشبع بيه. يعني ايه اشبع بيه؟ يعني ممكن اكون قاعد بسمع العظه وانا مململ متضايق مش عايز اركز. بصلي، هم بيصلوا وانا في سكه تاني. بقرا في الكتاب المقدس مثلا لوحدي في البيت او معايا حد، بنقرا في الكتاب وهم في حته وانا ايه؟ سرحان في حته تانيه. بتناول، بروح عشان اتناول مش عشان اصلي قداس وبعديها ايه؟ اتناول. لا، انا عايز اروح اخد الجسد قدام تيك اواي كده وخلاص. اي عمل روحي تعمله لازم تعمله تشبع بيه. يعني ايه تشبع بيه؟ يعني تستفيد كمال الاستفاده. تستفيد منه ايه؟ كمال الاستفاده. نرجعهم كده بسرعه وخلاص. احنا كنا بنتكلم عن ايه؟ حد يقول لنا كده؟ طب الشاهد حتى ميخا 7:7. برافو عليكم. في ميخا بيوصف حياتنا احنا مع ربنا، وابليس يخش ايه؟ في النص. حياتنا مع ربنا ان احنا المفروض ننتظر الله ونصبر لإله خلاصنا. نروح نسمع صوته، يجي ابليس يروح عامل ايه؟ يحاربنا. لما يحاربنا نوجع، لما نوجع نقول له لا تشمتي بي يا عدوان، لاني اذا سقطت
أقوم. لما بضع بيبقى فيه مشكلة أو ألم أو تجربة، دي بتبقى نتيجة الخطية، في ألم. ربنا بيبقى فيه غضب من ربنا. يقعد لحد إمتى الغضب ده؟ لحد ما يقيم دعواي، يرفع لي القضية بتاعتي، يكسبها ولا ما يكسبهاش، ويجيب لي حد. يبتدي إبليس يبص لي إن أنا إيه؟ ربنا أقام الدعوة بتاعتي وأخرجني إلى النور، فهو يبقى في خزي ويبقى للدوس، لأنه زمان كان بيقول لي أين هو إلهك؟ كان زمان بيقول لي ربنا بتاعك ده إيه؟ ده فين؟ سيبنا بقى من إبليس وأروح أبص على مين؟ على ربنا، أقول له يا رب أنت مفيش أحلى منك، مفيش مثلك، لأنك إيه؟ غافر الاسم، تغفر كتير، بصيغة إيه؟ صيغة إيه؟ مبالغة، تغفر كتير وبتصفح عن الذنب إيه؟ الذنب كتير. الغضب بتاعك مش هيقعد إلى الأبد، الغضب بتاعك مش هيقعد إلى الأبد. في حاجة تانية في القصة، ربنا بيبص لي إزاي في الخطية؟ بطول الأناة. التوبة هي تغيير الذات. ليه ممكن أضع تاني في الخطية؟ عشان ما يبقاش عندي هدف واضح اللي هو خلاص نفسي، واللي هو النمو في الحياة الروحية. ليه بضع مرة تانية في الخطية؟ عشان أنا مش بشبع بالعمل الروحي. أنا بيأس. إبليس إيه؟ مش بيأس. إلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى